ولكن النهارده بقى الاهلي كسبان 3-2. حسين الشحات في كرة كده، حسين الشحات ركله جزاء على ايمن اشرف، ولكن هنا الناس تقول لك لا ده هي اصلا تسلل على حسين الشحات من الاول. طب يا سيدي انا جايب لك الصوره قدامك اهو، حسين الشحات من الاول، وانت دلوقتي مش شايفني بس شايف الصوره واسمع كلامي مع الصوره. هتلاقي علي معلول وهو بيطلع الكوره من رجله. شوف موقف حسين الشحات ايه، واخر مدافع اخر لاعب من البنك الاهلي ايه. اخر لاعب ده اللي هو مع موديست هناك. بص موديست فين، بص اللاعب بقى اللي قدامه ده، هوبا هو ده يا معلم اللي مغطي التسلل. يبقى هنا يا معلم الكرة مش تسلل، هنا حسين الشحات مش تسلل، كمل اللعبه، راح حسين الشحات عدى تك 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 هوبا بيشوط. هنا ايمن اشرف، بص الصوره الثانيه، ايمن اشرف بيرفع ايده او بيوسع محيط جسمه، وهنا يا معلم ركله جزاء مليون المية. فارجع لي من تاني وشيل الصوره يا معلم. هنا بقى الناس تقول لك لا مش ركله جزاء. ليه مش ركله جزاء؟ قال لك في محيط جسمه. طب انت حضرتك انا جايب لك الصوره وشفتها قدام عينك اهو، لو الاعمى هيقول لي محيط جسمه وايده مفتوحه. طب هنا ما هيقول لك ركله جزاء، طب بس هي تسلل. انا جبت لك الصوره وقلت لك برضو ان هي مش تسلل. ولكن هنا البنا لو كان تسلل كان هيرفع ايده ويقول تسلل، ولكن البنا هنا قال لك ستوب هشوف الفار ما كملش 5 ثواني اللي هو الحنفي، فقال له العب مفيش حاجه، وقال له كده، شاور له كده. البنا بيشاور لابو جبل بيقول له كده، ومعنى المشاوره دي كده ان هي ركله مرمى، يعني معنى كده مش تسلل. فمش تسلل يعني ركله جزاء، لكن ما حسبهاش، يبقى فضيحه تحكيميه تسببت او من اسباب خساره الاهلي. واحد يقول لي يا عم الاهلي كان وحش اصلا، ما نقعدش نبرر الخساره. يا عم انا مش ببرر لك الخساره، لكن الاخطاء التحكيميه ديت بتكون سبب في خساره فريقك. ماليش دعوه انت ادائك سيء لا او لا، يا عم انا ادائي سيء بس اديني حقي. ممكن وانا ادائي سيء زي كده اكسب المباراه عادي، لان حقي في ضربه جزاء، فانت خد حقك. ادائك سيء ادائك حلو، يا عم خد حقك. ركله جزاء يا ركله جزاء، مستحيل ان دي ما تتحسبش ركله جزاء. ولكن فضيحه تسببت او من اسباب خساره الاهلي النهارده مع الاخطاء الفادحه الدفاعيه اللي زي ما شفناها في الاهداف.